السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفوا، أول مرة أشوفه متضايق، أول مرة أشوفه زعلان. صبر كتير وتحمل كتير وعمره ما امتنع عن التدريبات ولا تمارض ولا حتى عمل أي مشكلة. بتكلم طبعا على محمد عواد. محمد عواد زعلان إن محمد صبحي شارك مكانه، ويمكن دي أول مرة عواد يزعل فيها. ياما كتير وقفوا مكانه، وياما كتير صبر كتير وقعد احتياطي، لكن المرة دي زعل عواد غير كل مرة. زعلان وحقه. تعرف ليه؟ عشان خاطر كان يقترب من الانضمام لمنتخب مصر في ظل الجهاز الفني الجديد بقيادة كابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وكابتن سعفان الصغير كمدرب حراس مرمى. صراحة حقه. اهلا بكم في قناه اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده. وفي الاول كده عايز اقول لكم بعد حكم المحكمه الاداريه العليا بعدم الاتخاذ بقرار او تنفيذ قرار دكتور حسام المندوه بعدم وجوده في المجلس وانه يتشال من المجلس، وكده هو مكمل في المجلس. خلاص اداره نادي الزمالك تنوي عمل حفله لكابتن او دكتور حسام المندوه. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ بيان نزله النادي الاسماعيلي عشان خاطر جمهوره واللي عمله في موضوع نادي الزمالك، وكلنا كنا متوقعين انهم هيعملوا البيان، وكان في المفروض كان يبقى في اعتذار لنادي الزمالك عما حدث من جمهور نادي الاسماعيلي. المنظر اللي ما عجبناش كلنا، المنظر اللي ضايقنا كلنا. طب بص بقى، بص عشان خاطر دي حاجه تزعل. اول حديثهم مبسوطين، بيقول لك ان نادي الزمالك او اداره الزمالك زارتهم في الاسماعيليه وقالوا نورتونا وشرفتونا او فرحتونا. تمام. طب هو اللي يجي يزورك ويبقى عندك ضيف عندك تخلي ولادك يعملوا فيه كده، وفي الاخر ما تلومش على ولادك؟ وقال لك ايه بقى بعد ما قال لك احنا مبسوطين انهم جم وزارونا والكلام ده؟ قال لك احنا نرفض التعصب ونرفض الاساءه ونرفض مش عارف ايه، وما اتكلموش خالص على الزمالك خالص، ولا من قريب ولا من بعيد، ولا اعتذروا ولا قالوا معلش ولا قالوا ما تزعلوش. الظاهر انهم موافقين. جمهور الاسماعيلي معرفش عمل كده ليه. جمهور الاسماعيلي اللي قبلها على طول كان لسه مزعل جمهور المصري ومتخانق مع جمهور المصري. مش عارف، كنت متوقع والله العظيم ان اداره الاسماعيلي هتبقى ليها موقف. الى الان مفيش موقف من اداره نادي الزمالك، ما قالوش اي حاجه. مش عارف. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ ومفاجاه من العيار الثقيل، وان شاء الله تتم على خير. هتقول لي ايه هي المفاجاه؟ والتعاقد مع محمود الاسود المهاجم المنتخب السوري ونادي الكرامه السوري. ايه اللي حصل؟ جريده المصري اليوم، وانا اثق فيها تماما، نزلت خبر وقالت ان نادي الزمالك خلص مع محمود الاسود، خلاص وتعاقد معاه، وان شاء الله ينتقل لنادي الزمالك في الصيف القادم. بعض اسئله هنسالها، هم ليه وليه ما جاش دلوقتي؟ ليه ما خلصناهوش؟ عشان جوميز كان رافض، ولا عشان الفلوس، ولا عشان ايه؟ لكن في كلا الحالات وفي كل الحالات حتى لو تعاقدوا معاه في الصيف مفيش مشاكل. اللاعب لسه صغير، واتمنى ان شاء الله ان الخبر هيكون صحيح، لان ده على مسؤوليه المصري اليوم، مش من عند اي حد تاني. صفقه هتفيدنا كتير لو جت ان شاء الله. نتمنى ميركاتو جامد جدا لنادي الزمالك، نتمنى ذلك. ايه تاني معانا في الاخبار؟ بنبارك لكوماندوز اليد اللي قدر يفوز على نادي هليوبلس بنتيجه 28-26. انتوا كسبانين الاهلي وعاملين مباراه جامده وبتاع وكده و10 على 10، واحنا موافقين ومبسوطين بيكم. لكن مش عارف، هليوبلس يعني مش من الفرق الجامده قوي، يعني حلو بس مش من الجامده قوي ان المباراه تخلص ند بند. انت اصلا خارج الشوط الاول 16-9 تقريبا، مش عارف، كان فارق 7 بقى فارق 2. المهم مبروك وخلاص الفوز، اهم حاجه ان احنا كسبنا المباراه. ندخل بقى على الخبر التالي معانا، و بخصوص المستشار مرتضى منصور اللي علق وقال على قصه شطبه من داخل نادي الزمالك. قال ان زياره رئيس النادي الاهلي ده، لو رئيس جمهوريه كان عندكم ما كنتوش هتستقبلوا الاستقبال ده، وان ظهوره داخل نادي الزمالك ومجيئه لنادي الزمالك كان مشروط بازاله يافطه نادي القرن، ازاله يافطه نادي الوطنيه والكرامه، وشطب المستشار مرتضى منصور. طيب، بيقول ايه؟ بيقول مش انتوا شطبتوني؟ طب طلعوا الورق بقى اللي انتوا شطبتوني، طلعوه
وقال انا متبرع لنادي الزمالك ب 210 مليون. وبيقول كمان انا بشكر جمهور نادي الزمالك، لكن ال 10000 اللي بيروحوا لابسين اسود وبيقعدوا يقولوا العزبه راحت وما بيشجعوش دول ما يخصوناش. طيب ايه تاني؟ اتكلم على انتخابات نادي الزمالك، هل هيترشح لانتخابات نادي الزمالك؟ قال لك لا خلاص انا زهقت، خلاص مش هترشح لانتخابات نادي الزمالك. ده كان كلام المستشار مرتضى منصور. وبيقول اخر حاجه بقى، قال ان هو مش هيسيب حقه، فيما معناه قال هتدفعوا الثمن غالي وطلعوا قرار الشاب، مش انتوا بتقولوا شطبتوني، ومش نازل تاني خالص انتخابات الزمالك، شكرا. هو قال كده. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ ناس كتير بتقول لك ازاي وليه وامتى وفين الاهلي يتعاقد مع لاعب من الزمالك بعد الزياره اللي حصلت. في مفاوضات من جانب النادي الاهلي مع محمد صبحي. ناس كتير من الزملكاويه بيقول لك يا عم ما يمشي ويروح، ما احنا اصلا مستواه مش كويس واصلا مش فايد الزمالك. لكن انا اقول لك كلمتين، حتى لو هيمشي او هيمضي لاي نادي بس ما يروحش الاهلي، مش عايزينه يروح الاهلي. جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جاب شرايط الفيديو بتاعت ابو سليم الليبي في الكونفدراليه، وخاصه الماتش بتاع نادي الزمالك، وبدا يدرس نقاط القوه والضعف داخل الفريق. لكن دلوقتي جوزيه جوميز بيفكر هيلعب مين باك يمين. حد هيرد عليا ويقول لي عمر جابر. لا، عمر جابر بنسبه 90% هو اللي يلعب باك شمال. لكن دلوقتي هو محتار في ناحيه الباك اليمين، يا ترى يخلي الزناري زي ما هو ولا يخلي السيد نمار ولا حمزه المسلوسي. انا من رايي يا السيد نمار يا حمزه المسلوسي. الزناري يا جماعه مساك، الزناري مساك. طيب عاوز يحل ازمه وسط الملعب. ازمه وسط الملعب مالها؟ فيها ايه؟ ازمه وسط الملعب بغياب عبد الله السعيد وناصر ماهر. طب ايه اللي يتم؟ بدا يحضر احمد حمدي، عشان يلعب هو ثالث مع نبيل عماد دونجا ومحمد شحاته. نتمنى احمد حمدي يكون على قدر المسؤوليه هو كمان. والله العظيم ثلاثي رائع فوق ما تتخيل، ناقص انهم يندمجوا سوا وينسجموا سوا. انت عندك احمد حمدي وعندك ناصر ماهر وعندك عبد الله السعيد، ثلاثه تقال جدا جدا. واداء ناصر ماهر في الشويه اللي لعبهم الصغيرين بتثبت ان هو لاعب كبير، بنقول له كنت فين من زمان. عبد الله السعيد بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ولا العشرينات، ابن العشرينات والله العظيم. ربنا ينصرنا امين يا رب العالمين فيما هو قادم، وباذن الله نقدر نكسب ابو سليم الليبي عشان نبقى اول المجموعه ونصعد اول المجموعه. باذن الله نقدر نفوز ونحقق الانتصار. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. كانوا خبرين بساط طلعنا نقولهم ونقول اللي حصل النهارده خلال الساعات القليله الماضيه. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عاش الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. واخيرا وليس اخيرا، معلش كلمه اخيره حابب اقولها لكل جمهور نادي الزمالك العظيم. اذا حد غلط معانا نبقى احنا الاحسن، بلاش نرد الاساءه باساءه. خلي اللي يقول يقول، خلي اللي يعيد يعيد. يا ريت تشجعوا بس نادي الزمالك، يا ريت تركزوا مع نادي الزمالك في المباريات. بس ده اللي بنطلبه من جمهور نادي الزمالك العظيم. نتمنى ده يحصل عشان خاطر تبقوا دعم للاعبين. سيبوكم من اللي بيحصل، سيبوكم من التفاهات. اللي يشتم حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان الزمالك حبه في قلبنا، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. عشان الزمالك حبه في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.